السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودتكم قبل كده هنعمل وصفات كتير توفير، ودي وصفة من ضمن الوصفات. أكيد في ناس كتير مش معاها تشتري لحمة نهائي، لأ هنعمل كده وكلنا نفرح أولادنا بأقل التكاليف. هنعمل لحمة مفرومة معصجة، هتعمل معانا حوالي كيلو، أنا بوزنهم اهو، دي لحمة مفرومة معصجة ومن غير ما نشتري لحمة. وهنحط مكون أساسي هيقلب طعم الوصفة، ودي عجينة لحمة هنعمل بيها حواوشي. هنعينها زي ما هي كده ونطلعها في رمضان، هنعمل بيها برضو حواوشي. طلعت معانا حوالي 800 جرام برضو. يلا بينا تعالوا نشوف المقادير ونشوف طريقة التحضير ونشوف عملنا كل ده ازاي. اول حاجة هنجيب الميزان. انا معايا فول صويا، هاخد حوالي ربع كيلو. احنا مش هنستعمل ربع كيلو، احنا هنستعمل 8 كيلو بس انا كنت هستعمل ربع كيلو في وصفة تانية فوزنت كله على بعضه. ده ربع كيلو بس احنا مش هنستخدم الربع، احنا هنستخدم تمن فقط. التمن بيفرط معانا كتير جدا، هوريكم برضو الربع هنوزنه وبعد ما يتنقع وهوريكم طلع معانا قد ايه. هينقعه في ميه سخنه بالطريقه دي. شايفين نفش وشرب الميه على طول، فانا هزود له ميه كمان. هو ما بيقعدش ثواني، يا دوبك دقيقة واحدة وبتلاقوه خلاص جاهز معانا، بيشرب المية في ثواني. ومعايا حوالي كيلو قوانص، شلت منها كل الدهون، اي دهون فيها تشيلوها لانها مصدر للزفارة فبتخلص منها نهائي. هننقعها بقى في ربع كوباية خل، وهنحط ملح، وهنحط نص ليمونة، وننقعهم نسيبهم لحد ما احنا نجهز بقية الوصفة معانا. دي الدهون اللي انا طلعتها من القوانص، خلاص هتترمى نشيلها بقى على جنب. دلوقتي خلاص الفول الصويا جاهز معانا، ما كملش دقيقة، صفيته كويس جدا. ومعانا المكون التالت، دهن او ليا، اي حاجه متوفره عندكم. ما تشتروهاش خالص، روحوا عند اي جزار قولوا له عايزين حته دهنه او حته ليا، هيديها لكم من غير فلوس خالص. دلوقتي برضو انا هعوز حوالي 8 كيلو، يبقى 8 من الفول الصويا وتمن من الدهن او اللي هي اي حاجه متوفره عندكم. روحوا عند الجزار. تمن الفول الصويا هيعمل حوالي 7 جنيه ونص، يعني مش فلوس خالص، حاجه بسيطه جدا. خلاص دلوقتي انا بحاول اوزن اهو 125 جرام. دلوقتي بقى هوزن معاكم ربع كيلو الفول الصويا، هوريكم فرط معانا قد ايه. مش هتصدقوا بجد، الربع كيلو هيعمل معانا قد ايه. شايفين عمل معانا كيلو 15 جرام، يعني ما شاء الله ربع كيلو عمل معانا كيلو. انا طبعا هاخد نصهم، 8 كيلو. دلوقتي هما طلعوا معايا نص كيلو بالظبط، فما تستخدميش اكتر من كده لانه بيفرط جامد ومتخليش الوصفه كلها طعمها فول. هجيب كده القوانص واقطعها قطع صغيره وافرمها فرم جامد. ده شكلها بعد ما اتفرمت ناعمة جدا. وكان في حتت قطع معايا طلعت برضو مش مفرومة، حطيتها كلها وفرمتها تاني. يعني لو عايز تفرم مرتين مفيش مشكلة، هنحط برضو الدهنة ونفرمها. الفول الصويا ده بقى اختياري، ممكن تاخديه فرمة نص فرمة، وممكن تسيبيه بحاله عادي. انا بصوا يعني ضربته بس يا دوبك 3 ضربات بسيطة وكده بقى جاهز معانا، ما فرمتوش جامد. قلت علشان يبقى نفس القوام بتاع القوانص والدهن، او هما 3 فرمات بالظبط بس كده. اوعوا تفرموه كتير وتخلوه ناعم يتهرى، لا كده مش هيبقى حلو خالص معانا. لازم يبقى فيه التخريزه البسيطه دي عشان يديكوا قوام اللحمه. شايفين فرمته اهو، لسه برضو مش مفروم قوي. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه.
وكده جاهز معانا. نروح بقى على طاسة نحط فيها حتة دهنة صغيرة، او ممكن ما تحطوش خالص، اللحمة فيها دهون فما تحطوش اي مادة دهنية. هننزل كده باللحمة المفرومة وهنسيب ربع كيلو على جنب. هناخد حتة كده صغيرة على جنب حوالي ربع كيلو نسيبها، اقول لكم في الاخر هنعمل بيها ايه. اهي هنسيبها على جنب ونبدأ بقى نشوح في اللحمة لحد ما تغير لونها نهائي. وكده خلاص غيرت لونها اهي. هنقلبها كده تقلبتين وننزل بقى ببصلتين يكونوا وسط، ننزل بيهم كده ونشوحهم برضو. وبعدين هنزل بفلفل. هنشوح بقى الكلام ده كله مع بعضه. صدقوني اعملوا الوصفة دي مش هتندموا، والله والله طعمها ما تفرقش خالص خالص نهائي عن اللحمة المفرومة. بس في مكون اساسي هحطه دلوقتي هيقلب طعمها وهيخليها بالظبط لحمة مفرومة. اهو دي توابل كفتة مشوية بنشتريها من عند العطار سايبة، ما تجيبوش الاكياس، هاتوا سايب. بجيب ب5 جنيه. حطيت معلقتين كبار وحطيت فلفل اسمر، وهحط توم باودر وبصل باودر ومكعب مرقة وورق لورا. وحطيت ال7 بهارات او كبابة صيني اللي تفضلوه، يا كبابة صيني يا 7 بهارات. توابل الكفتة المشوية دي جميلة قوي قوي قوي، هتعجبكم بجد. بتقلب طعم اللحمة خالص، بتديها طعم الشوي وفي نفس الوقت بتديها نكهة حلوة قوي للحمة. اي لحوم بتتبليها بيها جميلة قوي. حطي منها معلقتين كبار مليانين كده وما تخافوش. بس الملح انا لسه لحد دلوقتي ما حطيتش ملح لان هي فيها نسبة ملح برضو، وحطيت مكعب مرقة فالملح كده هيبقى كتير معانا. تعالوا اقول لكم بقى انا عملت ايه. حطيت معلقة صلصة كبيرة، اللي عايزها معصجة من غير صلصة نهائي خلاص يسويها على كده، لكن انا حطيت معلقتين صلصة كبار وزودت مية ووطيت النار بقى وسبتهم يسبكوا مع بعض، لاني هستخدم اللحمة المكرونات اكتر حاجة. شايفين ما تفرقش حاجة عن اللحمة المفرومة. انا بدوق الملح لاني لحد دلوقتي ما حطيتش ملح، فلو احتاجت ملح هحط لها. بس بقى تستبك اهو انا حطيت لها ملح. ما شاء الله ما تفرقش اي حاجه عن اللحمه المفرومه، بجد جربوها هتعجبكم جدا. شايفين هي دلوقتي خلاص الميه شربتها وكثفت. تعالوا بقى نوزن ونشوف احنا طلعنا قد ايه لحمه مفرومه معصجه. انا بحاول اعمل 3 اكياس كده. في الاول عملت كل كيس حوالي ربع كيلو، وفي الاخر زودت علشان خاطر لقيت ان اتبقى حته صغيره فزودت في ال3 اكياس. انا عملت كل الاكياس ربع كيلو، حوالي كده ربع كيلو اهو او 300 جرام. اللحمة اللي هتوفر معاكم كتير جدا والفلوس مش كتير. انا كنت جايبة كيلو قوانص ب85 جنيه، والفول الصويا ربع كيلو ب7.5. والدهنة طبعا ما تشتروهاش، هتروحوا لأي جزار هيديها لكم ببلاش. يعني الموضوع كله اتكلف معانا كام؟ 92 جنيه. يعني لو رحت جبت كيلو لحمة هيعمل 200 وشوية، فشوفوا توفير قد ايه. زي ما انتم شايفين انا عملت كل كيس حوالي 360 جرام. خلاص على قد استعمالك، شوفي انت استعمالك على قده قد ايه. ممكن تعمليهم كيسين عشان لو انتوا مثلا اسره كبيره شويه، تمام، عشان ما ياخدوش بقى مساحه في الفريزر الكبيره. فانا ببطط كل الاكياس كده زي ما انتوا شايفين وبحطها فوق بعض، ما تاخدش مساحه كبيره خالص في الفريزر، وتقدري تخزني كميه كبيره من اي حاجه انت عايزاها بالطريقه دي. كده خلاص خلصنا اللحمه المفرومه وغلفناها بالطريقه دي. جربوها مش هتندموا بجد. لو الوصفة طلعت مش حلوة انا ما كنتش هنزلها اصلا. دلوقتي احنا معانا ربع كيلو. تعالوا بقى نشوف هنعمل بيه ايه الحتة اللي احنا حطيناها على جنب. انا فرماه كويس اهو. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا بصلتين كبار يكونوا مفرومين كبار عشان انا هعمل عجينة حواوشي، والحواوشي بيحب البصل الكتير. وحطيت حوالي 2 من الفلفل الرومي الاخضر. وهزود دهنة لان الحواوشي بيحب الدهون كتير، يا ليا يا دهنة. فزودت حوالي 100 جرام من الدهنة وفرمتها برضو كويس. وهقلب بقى، هخلط الكلام ده كله مع بعضه. بس قبلها هنحط التوابل الاول عشان نخلط بقى مرة واحدة. ومعلقة من الكفتة المشوية، طعم الكفتة المشوية، وفلفل اسمر
بس كده ما تزودوش والملح وخلاص كده وهي بقت جاهزة. مفيش اي توابل تاني، ما تكتروش توابل على حواوشي اكتر من كده. انا حطيت السبع بهارات وتوابل الكفتة المشوية وفلفل اسمر وملح. دلوقتي تعالوا بقى نشوف خلطة الحواوشي دي طلعت لنا قد ايه. 799 يعني 800 جرام. ما شاء الله يعني فرطت معانا. دي بقى نحشي بها، نعينها زي ما هي كده ونطلعها جاهزة على طول. أول ما تفك نحشيها على طول في العيش ونعملها على طول، تبقى جاهزة معانا في رمضان كده على طول. تعالوا بقى نشوف كل الكمية دي طلعت لنا من كيلو قوانص طلعت لنا قد ايه. هصفر بس الميزان. هنحط بقى الكمية كلها ونشوف طلعت معانا قد ايه من كيلو قوانص. القوانص برضو مع انها اليومين دول غالية، يعني ب85 غالية، بس ارحم من اللحمة برضو. شايفين كيلو 800 حاجة و90، يعني كيلو 900 جرام. كمية كبيرة ووفرنا في الفلوس. وما شاء الله تساعدي اولادك بحاجات بسيطة. ممكن تعملي مكرونة بشاميل، رقاق، تعملي سمبوسة باللحمة المفرومة، وهتعملي حواوشي. وصفات كتير قوي بتحتاج لحمه معصجه. انا عمري ما هخليكم تنزلوا تشتروا حاجات وتكلفوا نفسكم تعب ومجهود على الفاضي من غير ما تكون حاجه تكون فعلا 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 طلعت ناجحه معايا. جربوها مش هتندموا. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو بتتابعوني من على الفيس اعملوا لي متابعه، بتتابعوني من على اليوتيوب اعملوا اشتراك للقناه. وانتظروني ان شاء الله في وصفات جديده وافكار جديده بامر الله. ولو في افكار انتوا او وصفات عايزيني اعملها قريب اكتبوا لي في الكومنتات، وانتظروني في وصفات جديده وافكار جديده. مع السلامه.